السلام عليكم ورحمة الله وبركاته للمتتبعين القناة فيلالي تيفي. نصائح ومعلومات على مشروع تربية الأرانب. أي واحد باغي يستافد من شي معلومة أو شي نصيحة، ديما كنعمل البث المباشر بالليل. يلا عملت البث المباشر، يلا انتهى، يلا سالا. الناس كاينين اللي ما كيطلعش ليهم البث المباشر، غادي تفعلوا داك الزر ديال الإشعار اللي هو زر الجرس باش تتعرف على معلومات. المعلومات اللي كيبغي يبحث عليها للجميع لازم تحطوا لنا التعاليق ديالكم وعطونا الفكره اللي بغيتو نتوما تستافدوا منها. يعني على دواء، على علف، على اقفاص او طريقه او السلالات. هي بالخصوص المربي المبتدئ، بالخصوص بالاكثريه ما عندهمش النظام في المشروع. يعني بصراحة ما عندهمش النظام في المشروع. بالأغلبية كنشوفوا أرانب فيها تصمغ الأذن في الأذن ديالها. كاينين الناس اللي عندهم حالة الجرب، كاينين الناس اللي عندها فيها عيوب وفيها مشاكل. بالخصوص الناس اللي كتبغي تسوق الارانب وكتبغي تبيع سلالات، لازم تكون انت محترف عاد تبيع تشوف السلاله. كاين ناس اللي كتقول لك تسويق الارانب. انا جمعت عدد ديال الناس وشفت عدد ديال الناس ولقيت عندهم كثره ديال الامراض في الارنب. يعني لقيت فيه تصمغ الاذن، لقيت عليه قشور، لقيته معضوض، لقيت الارانب ماشي ممتازه. راه الارانب اللي صالحه للتربيه هي اللي تكون ممتازه وتكون بصحه جيده. شوفوا بسم الله، يعني اي مربي الارانب دائما كنعطيكم الفكره باش حتى شي واحد ما يغشكم وحتى شي واحد ما يضحك عليكم. قلبوا الاذنين اللي كاينه في الارنب، قلبوا الاظافر اللي كاينه في الارنب، قلبوا العين، قلبوا الانف. يعني لازم تتعرف على هذه النصائح والمعلومات كلها. ماشي تمشي تشري ارنب من السوق او من عند مربي مبتدئ وتمشي ويخسر معك المشروع ويفشل وتقول انت المشروع الفاشل. المشروع الفاشل ديما كنذكركم على فيديوهات، وعلى الفيديوهات اللي كاينين موجودين على القناه تربيه الارانب مع محمد الحارثي، فيها بالاغلبيه واكثر ديال النصائح والمعلومات. كاينين اللي كيقول لك انا المشروع عندي فاشل، او يقول لك انا المشروع عندي كذا وكذا وكذا، او يقول لك انت مربي فاشل. اولا انت مربي فاشل، ما تعرفش حتى الطريقه ديال التربيه وما تعرفش الامراض ديال الارانب، وكتاخذ الارانب من عند المربيين المبتدئين وكتمشي للاسواق وكتشوف السلاله اللي هي صالح للتربيه وكتجي كتاخذ. وكاين واحد الناس اللي كياخذوا الارانب وكيمشيو كيتكرفسوا عليها، كيخلوها كتعمر كامل الاذن ديالها بالقشور، الارجل ديالها يعني عندها التعفنات. راه لازم اي مربي، اللي كنقولوا المربي راه هو المحترف اللي كيعطي الاهتمام والتحصينات للارانب. جي عندي هنايا ونخرج لك اي ارنب عندي في المكان وفحصه من الاول الى الاخير. يعني انا نعرفك، انت مبتدئ ما عارفش النظام ديال الارانب، انا غنعرفك. غادي تقلب الارجل كاملين بربعه، الاماميين والخلفيين، والبطن ديال الارنب واش منتف ليه الشعر ولا لا. غادي تشوف الانف واش فيه السيلان ولا لا، يعني كاين اللي فيه السيلان. غادي تشوف العين واش فيها سيلان، غادي تشوف الاذن واش فيها قشور ولا لا، وغادي تفحص السلاله يعني الشعر ديالها. شو الارنب كيبان لك يعني في الفيديو كيبان لك ما شاء الله، يعني كيضوي سلاله جيده ما شاء الله. عندنا احسن وافضل ارانب في المزرعه، انا كنقول وكنذكرها دائما، احسن وافضل ارانب عندنا في المزرعه. انا هذا الفيديو عملته ما فيش يعني فيه شويه ديال المعلومات وشويه ديال الكلمات. يعني كل الناس اللي بغات تستافد ولا شي حاجه كنشوفوا العدد ديال الفيديوهات اللي كننزلوا. بالاغلبيه كاين اللي ما كيعملش لي لايك، كاين اللي ما كيحطش تعليق، كاين اللي ما هو مبتدئ وكيسالني كيقول لي اخي محمد كيفاش طريقه تسويق الارانب؟ تسويق ناقص، حقا هذا حق هذا. اول حاجه وريني النظام ديال الارانب عندك. لا عندك ارانب ممتازين، عندك ارانب صالح للتربيه، عندك سلالات جيده، انا نبيع لك. ولكن اذا كان فيها قشور الاذن، اذا كان سيلان الانف، اذا كان فيها امراض، فيها مشاكل، ما نبيعش لك ولو ارنب واحد. يعني كلام صحيح هو اللي غيكون يعني الصدق مع الناس. ماشي نبدا نقول لك لا راه ارانب غادي نبيع لك وكذا وكذا وانا ما عارف عليها والو. غادي نتعرف على الارانب اللي عندك. اذا لقيت فيه مشكله ما غاديش نبيع لك ولو ارنب واحد. لقيت عندك سلاله ممتازه غنبيع لك ولو تكون عندك 100 ارنب. هذا هو النظام اللي كنمشي به انايا، واي ارنب كنرسلوه للجميع ديال المدن. السلاله خصها لابد ما تكون ممتازه وصالح للتربيه، باش اي واحد اللي غيعطيك عليه فلوس وغيجي يربيها عنده في المكان لازم هو خاصو يكسب من الارباح وتكون تعطيه الانتاج وتطلع ليه الاولاد وتكون خاليه من الامراض ويربيها في الصيف وفي الشتاء. مربي جا مبتدئ جا للسوق خرج جوج ارانب ومشى قدام وراحوا، يعني ماتوا توقع فيه مشكله وقال الارانب تموت. خد ارانب يعني بثمن بسيط وجا على حساب المناسبه ديالو هو، يعني بواحد الثمن ديالو بسيط، ويقول لك لا راه خديت ارانب رخيصه وغادي نربيها وغادي كذا وكذا. راه الارانب راه كلها عندها اثمنه. باش نوضح الفكره، ارانب كلها عندها اثمنه. راه الارانب مشات من 50 درهم حتى ل 400 درهم، يعني الارانب راه مشات من 50 درهم حتى ل 400 درهم، وغتمشي حتى على حساب السلاله. ماشي الارنب ديال 50 درهم هو ديال 100 درهم، وماشي ديال 100 درهم بحال ديال 3000، وماشي ديال 3000 هو ديال 4000، وماشي. حنا عندنا في المزرعه على حسب الاعمار، يعني كان وثمن مناسب باش يعني
يعني شي اثمنه. كاينين بواحد الناس كيبيعوا انواع ديال البابيون بحال هذا الشكل اللي كتشوفوا، راه ما غتلقاوش موجود، يعني ما غتلقاوش موجود، واخا تبحثوا عليه يعني حتى تعياو ما غتلقاوش هذا الشكل ديال البابيون، واخا تبحث عليه يعني بنفسك حتى تعيا ما غتلقاش هذا الشكل. ولا لقيتي عند شي واحد غيقول لك 600 درهم، الا لقيتي عند شي واحد غيقول لك 600 درهم. الارانب يعني راه بثمن، كنحسبوا حنا كلشي الاثمنه، كنقولوا الله يسر للجميع. حنا غير بغينا نوصلوا هذه الفكره للناس اللي كيخسروا كيوقعوا فيها مشاكل وكيتوقعوا بواحد الامراض، ما متابعينش النصائح. يعني الفيديو كنزلوا على القناه كيتفرج فيه دقيقتين او 3 دقائق او دقيقه واحده ويخرج وما عارفش امراضه، كيسالني على التليفون او على الواتساب ما هي الادويه، ما هي كذا وكذا وكذا. كل شيء موجود على القناه، المعلومات ممنوع على الواتساب، المعلومات موجوده على القناه. اما التليفون والواتساب راه في حاجه اللي هي على البيع والشراء على حسب العمل، كل حاجه خصها تبقى مضبوطه. حنا مضبوطين الامر ديالنا، وحنا يعني ضابطين الوقت ديالنا، مش عندنا وقت فارغ للتليفون، مش عندنا وقت فارغ للمكالمات بالاكثر. يعني 50 مكالمه كل ساعه، يعني 100 اوديو كل ساعه فاش تفتح الواتساب. حنا ضابطين الوقت. يعني عطيني في التعليق ديالك قول لي المعلومه اللي كتبحث عليها، غنزل لك على فيديو بحال ما هكا. عطيني يعني المعلومه اللي بغيتي انت على التعليق ديالكم، نجاوبكم ونعطيكم المعلومات في نفس الوقت. يعني الا بغيتي انت تنجح في المشروع انت حر، ما بغيتيش معلومه ما بغيتيش النصيحه انت حر، ربي الارنب كيف ما بغيتي. يعني خذ من الاسواق، خذ من المبتدئين، خذ بثمن بسيط، يعني انا خارج على هذا الموضوع. يعني الموضوع اللي عندي انايا هو الفيديو. انا ملي كندخل على القناه او ملي كندخل على المزرعه كنشارك الفيديو، كنوصل الفكره. انا محب للارانب، انا كنبغي دائما نصور فيديو، انا دائما كنبغي التصوير فيديو وكنشره على القناه، وكنبقى نتابع القناه ديالي انا بنفسي، كنبقى نتابع نشوف الفيديوهات اللي كاينين موجودين، الارانب اللي دازت عندي، السلالات اللي دازت عندي، كنعرف يعني النظام عندي غادي ممتاز، كنشوف الاشكال الارانب غادي عندي تحسن، الارانب غادي عندي وكيخرجوا الوان ممتازين. هذا هو النظام. اي واحد اللي كيشاهد القناه بغيتي تتابع المعلومات والنصائح، عندنا قناتنا الثانيه اسمها هيادي فيلالي تيفي، وعندنا القناه ديالنا الاولى اسمها تربيه الارانب مع محمد الحارثي. اكتبها بالعربيه واستفد من جميع المعلومات والنصائح. والى عندك المكان مناسب، عندك السلاله جيده، عندك العلف جيد، عاطي القيمه للارانب، عاطي الاهتمام. الوقايه خير من العلاج. ماشي الارانب تكون مريضه عاد تبدا تعطيها في العلاجات والادويه وتخسرهم في المصاريف. لابد خاصك نتايا خاصك تتابع بواحد النظام بالطريقه الصحيحه وتمشي حتى تكون محترف. خاصك تعلم الاحتراف. شويه المعلومات ما عرفهاش خاصك تدخل على القناه وتاخذ معلومه من هنا من هنا من هنا، وانت تعمل قناه وحط فيها معلومات للناس وحب الخير الناس، والله سبحانه وتعالى هو يحب لك الخير وكيبقى يزيدك من فضله. والسلاله عندك غادي طالعه مزيان، هذا غير حيوان خاصك تهتم به، ما خاصكش تخليه واحد المشكله هو فيه او مريض حتى مسؤول عليه حابسه في القفص، ساد عليه في الكوري. يعني عندك العلف اللي ما عطيتيش ما غياكلش، ما عطيتيش الماء ما غيشربش، ما راقبتيش ما غاديش يتراقب. خاصك ضروريا حيت هو حيوان ماشي كيهضر ولا شي حاجه، باش خاصك انت تأدي معه واحد النظام اللي هو يكون ممتاز. اخواتنا احبابنا الكرام، ما غاديش نطول عليكم في هذه الحلقه، كونوا معنا في الحلقه الجديده ان شاء الله وفي البث المباشر جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.